اليوم يمكن اللي بدي احكيه معك رح يزعج الكثير، القراب والبعاد، انما انا في قانون بين ايدي، طلع قانون التعليم العالي، وفي شروط للجامعات. في جامعات تستوفي الشروط وعندها تراخيص، في جامعات تستوفي الشروط وما عندها تراخيص بعد مش مقدمه، وفي جامعات عندها تراخيص ولا تستوفي الشروط. جينا بمجلس الجامعه بدنا نكون جديين، بمجلس التعليم العالي، مجلس التعليم العالي عملنا عده اجتماعات واعطينا فرصه للجامعات اللي هي وضعها منه سليم، يعني لا مقدمه ملف، لا عندها ترخيص، فاتحه فرع جغرافي بمكان ما بدون ترخيص، ما في ملف بخولها انه بالمدى المنظور انه تترخص. قلت لهم انا اعطوهم فرصه، نعطوا فرصه، ما تقدم شيء. اخذنا قرار باقفال 10 فروع تقريبا، ولهلا بدي اضطر اقولهم لو بدوا يزعلوا مني. عظيم. رح اقول هالجامعات لحتى الاهل يعرفوا. فروع للجامعات او فروع جغرافيه. اقفلت جامعات بحاجة. انا كمان تكون دقيق، لا يعني انه هيدا الفرع الجغرافي اذا لازم يقفل انه الجامعه الام فيها خلل، ابدا. نحن عم نقول هالفرع الجغرافي ما استوفى شروطه عندي، ما قدم ترخيصه، ما استوفى ملفه، انعطى فرصه ما اجاني شيء. شو هن هالجامعات مع بده يزعلوا مني يمكن مثل ما عم اقول لك، بس مضطر اقولهم. الجامعه الامريكيه للتكنولوجيا عندها فرع بكسبة وفرع بحلبة وفرع بسور غير مرخصين. يعني الاي يو تي. الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا. الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم عندها فرع ببعقلين، وفرع ببنت جبال، وفرع بالنبطية، وسور قيد الدرس، لا يستوفوا الشروط. هول الأربعة ونحن أخذين قرار إقفالهم إذا ما قدروا لبوا الشروط خلال فترة الشهر قبل العام الدراسي، وقد يستحيل أنه يحطوا هذه الشروط. الجامعة اللبنانية الدولية عندها بتمنين تحتها، بحلبة، بجديدة، وبصور. صح. هيدي كلها لا تستوفي الشروط. بده يزعلوا مني عم سميهم، يمكن يلحق ضرر، ولكن في جزء آخر عندهم أمل أنه يستوفوا ملفاتهم يستكملوه، عم نشتغل نحن وياهم. إنما فتنا بوقت اليوم ما بقى فينا إلا ما ننظم. صار وقت دقيق. صار وقت دقيق. عم سمي جامعات لأول مرة بالأسماء، أخذنا قرار بإقفالها. إذا ما عملت معجزة من هلأ لشهر سيصدر قرار إقفال هذه الجامعات. معناتها بدها تعلم الطلاب اللي موجودين عندها لتخلصهم. ممنوع تاخذ طلاب